أهلا بكم. هذه مقابلة خاصة نجريها في قرية من قرى جبل الزاوية داخل سوريا. المقابلة هي مع القائد العام لتجمع كتائب وألوية شهداء سوريا جمال معروف. أهلا بك وشكرا على هذه المقابلة الخاصة. بعد 20 شهر تقريبا أو أكثر من اندلاع ثورة في سوريا، كيف هي معنويات المقاتلين؟ معنويات المقاتلين عالية كتير بسبب تدهور أوضاع الجيش الأسدي وبسبب التقدم من قبل المقاتلين على الأرض، فالمعنويات جيدة رغم النقص الكبير في المواد الغذائية ومواد التدفئة وتهديم المنازل، ولكن المعنويات قوية بسبب تتوق الشعب السوري منذ 40 عاما إلى الحرية. فلا يمكن أن أصف شعور المقاتلين الآن والمدنيين بسبب بوادر الهزيمة التي لاحت بالأفق لقوات الأسد البائدة إن شاء الله. عندما تقول أن الجيش النظامي معنوياته منهزمة، ماذا تعني بذلك؟ نرى القصف مستمر. التمسناها من على الأرض، من الأرض. الآن نكاد نتجول في جميع المحافظات السورية ونجد بأن السيطرة لقوات الأسد لا تتعدى إلا الأماكن المتواجدين فيها. مثلا الحاجز، التواجد في الحاجز في المكان على مرمى النيران بس فقط لا غير. لا توجد انتشار للعسكريين في المدن، لا توجد انتشار عسكريين على الطرقات. الجيش الأسدي محجم الآن. على سبيل المثال في محافظة حلب تم تحجيم عدد كبير من الحواجز وحصرها في مناطق ضيقة، وخلال أيام يمكن السيطرة عليها إن شاء الله. أما في إدلب فأنتم ترون على الطريق الدولي التي تصل بين دمشق وأدلب أكثر من 60 أو 70 كيلومتر الاستيراد محرر تحت سيطرة الثوار. فهذا يدل على انهيار النظام. في العام الماضي لا يكاد المرء يمشي 5 كيلومترات إلا يجد حاجز للجيش. أما الآن فبإمكانك أن تمشين حوالي 70 كيلومتر ولا تشاهدي أي مظهر لمظاهر قوات الأسد. ماذا يحتاج الثوار والمقاتلين؟ ماذا تريدون؟ الناس أكثر من 60% من المنازل هدمت بسبب القصف الجوي والقصف المدفعي البعيد المدى. نحن الآن في منطقة جبل الزاوية على سبيل المثال، تواجد الجيش يبعد عنا حوالي 20 أو 30 أو 40 كيلومتر. يقومون بغارات جوية في النهار. هم يقومون بهذه الغارات بشكل عشوائي، لا يميزون بين أحياء تتواجد فيها الثوار أو أحياء مدنية، فيقصفون الأبرياء والمدنيين العزل. ويقومون بالقصف بالصواريخ والمدفعيات الثقيلة على بعد 30 أو 40 كيلومتر. فعندما تسقط هذه القذائف تقوم بتدمير عدد كبير من المنازل. أصحاب هؤلاء المنازل يصبحون مشردين، فالبرد قارس كما تشاهدين، ويوجد هناك أطفال منهم قد لاز بالفرار إلى تركيا، ومنهم بقي في الحقول والبساتين وبعض المزارع التي لا توجد لها نوافذ ولا أبواب. الحالة مأساوية. أما بالنسبة للوازم العسكرية والقتالية فيلزمنا مضاد للطيران. نحن الآن على الأرض نستطيع حسم أي معركة، ولكن السلاح الذي نتعامل معه هي الدبابات. لا يوجد عندنا مضاد للدبابات. نحن بسبب محاصرتنا الطويلة للحواجز تقوم عناصر الدبابات بالاستسلام. أما إن وجد لدينا مضاد دبابات ومضاد طائرات نمنع هذا النظام من الفتك والقتل بالأبرياء. هناك مخاوف لدى المجتمع الدولي أنه إذا ما أعطي الثوار صواريخ مضادة للطائرات يمكن أن تستخدم فيما بعد ضد طائرات مدنية أو ربما ضد إسرائيل. ما هي الضمانات التي تعطيها لمن يشاهد الآن هذه المقابلة؟ أنا أقول لك ما هي الضمانات. نحن إذا
استرجعنا التاريخ نلاحظ منذ 50 عام ما قام ولا إرهابي سوري في أي عملية إرهابية في الدول الأجنبية ولا حتى في إسرائيل. إنما هم الشعب السوري هو تحرير نفسه من هذا المستبد بشار وأبيه. ونحن الآن إن أردنا أن نقول توجد هناك عصابات إرهابية أو مجموعات مسلحة إرهابية، غلط كما تقولين. هؤلاء العصابات أقول لك بكل صراحة لا يوجد ولا مجموعة إرهابية ولا مجموعة تقوم بتفجير نفسها. والدليل على ذلك في مناطق محررة، مناطق مدنيين، هل يستطيع أحد أن يثبت أنه في حي مدني شعبي أصبح تفجير أو وقعت حادثة تفجير أو حادثة تفخيخ سيارة أو رجل استشهادي أو انتحاري كما تقولوا؟ لا يوجد أبدا أبدا. ولكن هذه الحوادث أين حصلت؟ حصلت بأماكن تواجد النظام، في الأماكن التي تكتظ بالشبيحة والتي يكون فيها جيش وأمن تابعين للنظام. لما؟ لأننا نفتقد إلى التكافؤ في السلاح. النظام يمتلك سلاح الطائرات وسلاح الدبابات والمدفعية، يقوم بقصف المدنيين الأبرياء العزل. عندما أنا أشاهد عائلة لي بالكامل أبيدت أو سقط عليهم المنزل، ماذا تتوقعون مني أن أفعل؟ أن ألجأ إلى سيارة وأفخخها وأذهب إلى نقطة عسكرية وأدمر نفسي وأفجر نفسي. تنكرون علي أنني إرهابي ولم تنكرون على النظام الذي يمتلك الطائرة ويبيد قرى كاملة ومدن كاملة. نحن كنا نريد أن يوسم ويوصف بوصف الإرهاب ويوصف بالجزار بشار الأسد الذي يقوم ويقتلنا بسلاح فتاك. نحن لا نستطيع درء هذا السلاح ومنعه. السؤال اللي العالم كله بيسأله متى؟ يعني متى سقوط النظام؟ لا شك انه الاسد رافض انه يخرج لحاله يعني بارادته. عسكريا على الارض شو الخطة؟ متى سقوط النظام؟ يسقط النظام عندما تسقط كافة القوى الداعمة للنظام. وأنتم تعلمون ما هي القوى الداعمة للنظام. القوى الداعمة للنظام التي تتمثل في روسيا وفي الصين وبعض الدول العربية التي ما زالت تدعم النظام ماديا. لن تسقط هذه القوى. ولكن نحن المعركة هي معركة سوريا، معركتكم لحالكم. نعم، ولكن نحن إن شاء الله سنبقى مستمرين في هذه الثورة حتى نقوم بقتل كل من يقف مع هذا النظام من الداخل. وآنذاك سيمد يده النظام إلى الخارج، إلى روسيا أو الصين كما فعل حزب الله، أرسل إليه مقاتلين. وسنبقى نقتل من حزب الله ومن الجيش الروسي إن فكر يوما أن يأتي إلى سوريا. هل لديكم إثباتات فعلية عن ضلوع حزب الله في هذه المعركة؟ الإثباتات منذ حوالي شهرين تم قتل أكبر قائد من جماعة حزب الله داخل الأراضي السورية في العريضة، وهم اعترفوا بذلك. ووصل أكثر من 100 جسمان لمقاتلين حزب الله إلى لبنان. هؤلاء قتلوا في سوريا، لم يقتلوا في إسرائيل. ما هي الخطة النهائية عسكريا؟ هل تطمحون إلى محاصرة الشام وربما انكفاء بشار الأسد إلى اللاذقية كما يحكى؟ نحن الآن نسعى من أجل تطهير كافة المناطق السورية من تواجد الجيش الأسدي. هلا فرضا حررتم مدينة إدلب ومدينة حلب. نعم. مع أن بعدها مع النظام في أسابيع إن شاء الله، أقل من أسابيع ستتم السيطرة على إدلب ومحافظة حلب إن شاء الله. وبعدين شو باتجاه الشام؟ في الشام لنا أخوة هناك، يعني ريثما تسقط محافظة إدلب ودمشق تكون إن شاء الله حمص وحماة قد حررتا إن شاء الله بالكامل. إذا الطوق يصبح على الشام. نعم. وتبقى اللاذقية اللي هي يعتقد أنه ستكون اللاذقي إن شاء الله سنقوم بمحاصرة اللاذقي خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما إن شاء الله.
نحن نعلم بأن مسقط رأس النظام في اللاذقية، وأنا أتكلم باسم حوالي 20,000 مقاتل، والله لو استشهد 20,000 مقاتل سنجتاح اللاذقية بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن لدينا خطط ولدينا استراتيجية تستغرق معنا أسبوع أو أسبوعين وسنتجه إلى اللاذقية إن شاء الله. إذا أنا عم بسمع من كلامك أنه في حسم عسكري على الأرض خلال أسابيع؟ بالتأكيد بالتأكيد إن شاء الله، إن شاء الله. نترك الأمور لله لمشيئة الله سبحانه وتعالى. معلومات سعودية قالت لي أنه بالشهر الماضي انكب كمية فلوس وسلاح في سوريا للثوار بشكل أنه تقدروا خلال أسابيع تحسموا المعركة. يعني مسؤول سعودي سمعنا منه أنه من هلأ لأول الربيع ممكن أنه يكون في تقدم عسكري نوعي للثوار على الأرض بسبب السلاح اللي عم يوصلكم. هل هالشي دقيق؟ السلاح اللي وصلنا لا، ما لم يرسل إلينا سلاح نوعي ولا حتى سلاح نستطيع المقاتلة فيه بشكل مستمر. أرسل إلينا سلاح بشكل فردي ولكن بشكل قليل جدا. السلاح كما تشاهدون غنائم. والمال؟ المال بعض المساعدات، لم يأتينا مال إلا بعض المساعدات، وأنتم ترون معيشة الناس، الأحوال المادية تحت الصفر. كم هو عدد المقاتلين في تجمع كتائب وألوية شهداء سوريا؟ تقريبا الأعداد تتجاوز 18,000 الآن، لأن نحن كل يوم في ازدياد. أنت مش عسكري؟ نعم أنا ماني عسكري. وكيف؟ الحمد لله بالإخلاص لله سبحانه وتعالى والتواضع مع هؤلاء الناس الذين ما أخرجهم إلا ظلم بشار الأسد وهديه، استطعت أن أجمع حولي هذا العدد. إيه، تجمع حولك هالعدد شيء وخبرة قتالية شيء تاني، من أين لك هذا يعني؟ طبعا أنا خدمت جيش في 95 وكان اختصاصي الدبابات. وكثرة المعارك مع هذا النظام أكسبتنا هذه الخبرة. كنت بتتخيل يوما ما أنك أنت من شخص متعهد بنا لمقاتل، كنت يوما ما بتتخيل أنك بتكون مقاتل؟ نحن طبعا المهندس والأستاذ والطبيب كلهم يذهبون إلى العمل بسبب ضعف الراتب في سوريا، وإن حاولتم إحصاء عدد المغتربين من الجمهورية العربية السورية في الخارج أكثرهم مثقفين. هذا السبب، وكنا نتوقع بأنه سيأتي يوم وتنهار هذه المستعمرة الأسدية. بالظلم لا تدوم الحكومات. هل لديك حقد شخصي ضد نظام الأسد؟ لا، نحقد على المستعمر، نحقد على الظالم، نحقد على أشخاص، ويزول الحقد مجرد زوالهم. يعني إن كنا نحقد على شخص مجرد تنحيه زال الحقد. هناك مخاوف كثيرة لدى المجتمع الدولي من عمليات تطهير مذهبي يقوم بها الثوار بعد سقوط النظام، وأعني هنا الطائفة العلوية. لم تعطى أي تضمينات للطائفة العلوية بعدم تصفيتهم في حال انتصر الثوار في هذه المعركة. ماذا تقولون؟ لو أردنا أن نجري معادلة ومقارنة، نحن الآن الثورة خرجت مدني بحتي، وأخذ العسكريون ينشقون يوما بعد يوم. إن أردنا أن نقول اليوم ألا يوجد منشقين من الجيش والضباط؟ يوجد منشقين أم لا يوجد؟ هؤلاء المنشقين ألم يكونوا مع النظام قد قادوا عمليات ضد المدنيين؟ أتلاحظين علينا أننا عندما انشقوا هؤلاء المنشقين قمنا بقتلهم أو وضعهم في السجون، أم استقبلناهم معنا كثوار؟ استقبلناهم كثوار، صح؟ لو أردت أنا الانشقاق عن الثورة والانضمام إلى بشار الأسد، لا يستطيع أو لا يمكن أن يرى إلا إعدامي.
يقوم بإعدامه مباشرة. فنحن الفارق بيننا وبينهم أننا نقبل أيا كان نوعه أو أيا كان مذهبه من المنشقين وانضم إلى الثورة، وما قمنا بمحاسبة أحد أبدا أبدا. حتى الأسير نقوم بأسره من العسكريين الذين كانوا يطلقون النار علينا، ونقوم بحجزه إلى مدة يوم أو 10 أيام أو 20 يوم. إن كان قاتل وضعناه في هذا الحبس للإيداع حتى أن تأتي دولي وحكومي انتقالي ونسلمه إلى الحكم الانتقالي، وإن لم يشارك بالقتل نرسله إلى أهله. وأرسلنا إلى أهالي العسكريين كثير من أبنائهم. أما النظام، إن نظرنا إلى النظام، يقتل على الهوية، يقتل الأطفال، يقتل النساء، يقوم باعتقالات عشوائية، ناس أبرياء. أما بالنسبة إلى العلويين لم تسجل أي حادثة قمنا بحرق أو بيوت أو قتل علويين، مع أنهم قرية الفوعة في محافظة إدلب هم من الشيعة. ما قمنا حتى الآن بمداهمة هذه القرية أو قتل أطفالهم. توجد عندنا قرى في ريف المعرة الجنوبي، قرى علوية وشيعة، ما قمنا بقتلهم، بل هم قاموا بقتل ناس سني مروا بهذه القرى. والقرى هي أطلسي والزغبي ومعان. في عندما قامت بعض الأسر بالمرور من هذه القرى قاموا بذبح أكثر من 12 شخص. نحن لم نبادرهم بهذا العمل. خالد، نعم. اليوم أنت إذا عم بتخاطب المجتمع الدولي عبر هالشاشة، نعم، كقائد تحت إيدك 18,000 مقاتل، نعم، شو الضمانات بتعطي للعلويين؟ الضمانات للعلويين لهم هم حق الوجود في وطنهم، ولكن الذي أساء وساند النظام بمال أو شارك بالقتل سنقوم بتسليمه إلى محكمة عادلة وسيتم القصاص منه. أما الذي بقي في بيته ولم يشارك في القتل ندعه وشأنه، له حق الوجود. وهم العلويين من أين أتوا؟ وأين كانوا قبل حافظ الأسد؟ كانوا موجودين، ما قمنا بإبادتهم، ولم تسجل أي حادثة بأننا ذهبنا إلى منازلهم وتم حرقها. ونحن الآن نطرد الجيش من المواقع التي نقوم بالسيطرة عليها. ما قمنا بقتل الناس وما قمنا بقتل الأبرياء. وهذه القرى العلوية أستطيع أنا الآن لدي دبابات أن أقصف هذه القرى. لما لم أقصفها؟ النظام كل يوم يقصف بلدتي تحارب النظام جميعا. أقارن نفسي والنظام. بشار الأسد علوي وأنا سني. بشار الأسد يقصف أهلي وأبنائي وأبناء حيي. أنا لا أقوم بقصف أهله وعائلته. هذا أليس دليل بأننا نحن لا نريد أن نعتدي على أحد، وأن هذه البلد للجميع ولا يمكن أن نقصي أحد؟ لو أردنا أن نقصي لقمنا من الصباح الباكر بقصف القرى العلوية، لأنهم منذ سنة يتم قصف منازل السنة وتدمير منازل السنة. وأنتم ترون في الصباح إن أردت أن تشاهد معرة النعمان تجدين أكثر من 70% من منازل معرة النعمان سويت بالأرض، أصبحت ركاما. اذهبي إلى قرى العلوية لا تشاهدي أي عملية لا حرق ولا هدم لبيوتهم. لماذا؟ لأننا نحن لسنا طائفيين. نحن خرجنا ضد بشار الأسد، ضد حكومة اغتصبت مخدرات الشعب واحتلت سوريا لمدة 40 عام. لم نخرج ضد عائلة الأسد، لم نخرج ضد العلويين، لم نخرج ضد المسيحيين، لم نخرج ضد الدروز. ولدينا مقاتلين علويين، ولدينا مقاتلين مسيحيين، ولدينا مقاتلين دروز. وهذا البلد للجميع. والرسول عليه الصلاة والسلام نزل عليه قرآن من الله سبحانه وتعالى قال له يخاطب الكافرون لكم دينكم ولي دين. ندعهم وشأنهم بشرط لا يعتدوا علينا. طيب. إنما إن اعتدوا علينا فسنعتدي عليهم مثل ما اعتدوا علينا. يحكى كثيرا عن خروقات للجيش الحر خلال هذه المعركة، يحكى عن عمليات سرقة، عن تعذيب، عن اعتقالات عشوائية، عن خروقات أخلاقية في بعض الأحيان. ماذا تقومون لتصفية الأجواء ولتنظيم أكثر البيت الداخلي؟ النظام لجأ إلى سياسة الأرض المحروقة، وهذا هو السبب اللي سوى مشاكل كبيرة. على سبيل المثال يوجد حاجز ما في قرية
نذهب إلى ضرب هذا الحاجز، فيقوم النظام بضرب المنازل التي تجاور هذا الحاجز بعد تطهير والقضاء على هذا الحاجز. فيشعر المدنيين والناس الذين لم ينخرطوا بالثورة لأعذار شرعية بسبب كبر السن أو صغر أعمارهم بأننا لو لم نأتي ونقوم بضرب هذا الحاجز ما قامت الطائرات بقصف منازلهم. فتصبح حالة من الكره للثوار، لأنهم يقولون لنا منكم أتانا البلاء ومنكم أتانا الدمار. يظنون بأننا نحن عندما أتينا وضربنا هذا الحاجز التابع للنظام قام النظام وضرب مين؟ ضرب هذه الأحياء. فعندما يدمر هذا النظام هذه الأحياء تتشرد سكان هذه البلدة أو هذه المدينة ويلوذوا بالفرار إلى القرى المجاورة، فتتعطل متاجرهم وتغلق محلاتهم التجارية. فهذا السبب يؤدي إلى ضغط سكاني هائل، فيقوم بعض الناس من المحتكرين بالتلاعب بالأسعار، ويوجد لصوص. في الدول الراقية توجد سرقات، في الدول الراقية توجد جرائم قتل، ونحن الآن لسنا دولة. الآن نحن ثوار قمنا بإسقاط نظام، وإن شاء الله نسعى إلى تفعيل نظام بديلا عنه. نحن الآن لدينا رقابة وتفتيش، لدينا لجان، لدينا محاكم، لدينا عناصر أمن، لدينا دوريات مسيرة لضبط السرقات. أقول لك في منطقة جبل الزاوية منذ 3 سنوات قبل الثورة يوميا تحصل 100 جريمة سرقة، تحصل 100 مشاجرة، يسقط قتلى في اليوم 2 أو 3. الآن لا توجد هذه الجرائم أبدا. إن حصلت جريمة سرقة خلال 24 ساعة نلقي القبض على السارق. هذا بالرغم من القصف العشوائي، بالرغم من القتل. نحن الآن بسبب قصف النظام تتشرد الناس، وبعملية هذه التشريد تغلق بعض المحلات التجارية وتلجأ الناس إلى المحتكرين أو إلى البائعين المتجولين. بسبب هذه الفوضى يصبح نعم العملية مؤقتة. وأقول لك لو أمن لنا غطاء جوي وعطل سلاح الجو الأسد سقط النظام واستطعنا ضبط الأمور وإيصال كل حق لصاحبه. متى يسقط نظام بشار الأسد برأيك؟ عسكريا؟ عسكريا، مو سياسيا يعني. لا، عسكريا إن شاء الله أسابيع إن شاء الله. وإذا قتلت؟ في غيري بكفة الطريق. مشاهدينا شكرا لمتابعة هذه المقابلة الخاصة. كنا معكم من داخل سوريا من قرية من قرى جبل الزاوية.